اللي شايف ان هو الفلوس المفروضه مش يعني للانشقاء. انا مش لم اخطئ في اي كلمه في حق السيد شفيق، بالعكس انا كنت سيادة انا ما كانش انا كنت بواجه شخص بمسؤوليه رئيس الوزراء يقول ما فيش خالص من اول مره، وليس بيننا اي يعني شيء ولا علاقه لا ايجابيه ولا سلبيه، انما انا كنت بواجه مسؤوليتي عن انا عندي الارقام الحقيقيه عن 823 شهيد و1200 واحد فقدوا ابصارهم. عملنا مجهود، انا طبعا ناس كبار يعني اعزهم زي الدكتور محمد الغار، الدكتور محمد وليد، الدكتور ممدوح حمزه، عملوا مجهود علشان يسفروهم يتعالجوا بره. وفي حالات كتيره جدا الناس اللي اتضربت برصاص مرتد في عينها كانت التقارير بتيجي من بره ان مفيش امل يعني. وفي الاف المفقودين في مصر للاسف الشديد ان هيبقى نصهم على الاقل اتقتلوا. انا كنت بواجه رئيس الوزراء بهذه الاتهامات الذي انا اثق انه لم يصنع واجبه في محاكمه هؤلاء المجرمين، ولم يصنع واجبه في ان هو يقدم للعداله الذين اجرموا في الشعب المصري. ما كانش ده حوار، ما كانش ممكن اطلاقا ان انا ابقى لطيف وظريف، لان ما كانش المواجهه يعني دي كانت مواجهه زي الديبيت. انتوا كلكم عايشين في الغرب وعارفين ان لما بيكون اثنين مرشحين يبقى في ديبيت، ما هواش حوار يعني لطيف ولا ظريف. بالعكس هو اللي غلط في الاخر، لان لما حوصل بالاتهامات ابتدى يشتم وقال لي انت مدعي وطنيه ومش عارف ايه، ورغم كده انا ما جربتش الموضوع. انا قلت له انا يعني ده ما ينفعش، ده غير مقبول، ما غلطتش فيه خالص. طيب فعلا ده تأييد كبير جدا، وحصلت ضد حمله رهيبه جدا. الحمله انا لا تعنيني لانها معلومه من جهاز امن الدوله، لازم الوزاره يعمل وعندي لجنه الكترونيه اللي بيخشوا على النت عارفينها وبيدفعوا فلوس، وبعض الناس من اللجنه الالكترونيه بعتوا لي دمرهم كلمتهم وقالوا لي ده احنا بناخد فلوس وكذا، ويدوني تفاصيل وبتاع. انما انا اللي يعنيني الحقيقه مش الحمله، انا اللي يعنيني ان بعض الناس عندنا لسه ما شافتش العلاقه بين المواطن المصري، مش علاء الاسواني، العلاقه بين المواطن المصري وبين رئيس الوزراء او رئيس الجمهوريه. في ناس ما شافتش العلاقه كما يجب. فكره ان انت تبقى رئيس الجمهوريه فانا الحلم قدامك، او ان انا شايف ان انت اعلى مني، او شايف ان انت احسن مني لان انت رئيس الوزراء، او ان انت ان انا المفروض اذعن باي حاجه تقولها. دي انا بعتقد ودي وجهه نظري، انا لا اتحدث باسم حد، بس دي وجهه نظري. انا اعتقد ان دي لازم تخلص مع الثوره. رئيس الجمهوريه هو موظف عام، رئيس الشعب المصري محتاجه ويحاصره بالاسئله ويساله عما فعل. وبالمناسبه حضرتك لما قدمت قلت دي لاول مره، لا هو مش لاول مره، برضه في ناس عملوا تاريخ قبل كده، الدكتور عبد المنعم مفتوح والاستاذ حبيب صباحي، وهم طبعا كانوا اصغر في السن مني لان هم كانوا في اتحاد طلاب الجمهوريه سنه 78، واجهوا امر السادات ورئيس الدوله على الهواء وقالوا له انتقدوه بحده، وهو برضه اعصابه باظت زي شفيق كده، وقال لهم انتوا اطلعوا بره حاجات زي كده. بعض الناس برضه لغايه دلوقتي بتخش في موضوع ان ده راجل سن كبير.